ناس كتير منهم ما عرفتش الناس، يعني في ده مرشحين حقيقي. منهم ما يعرفوش الناس. ده حقيقي. اول ما بيحتكوا بالناس بيحصل لهم ايه دول؟ تتوقع مرشح للقوات المسلحه؟ لا ما اتوقعش. انما ما اعرفش، من الممكن القوات المسلحه تميل في يوم الى مرشح ما او لا، ده لسه محل علامه استفهام عندي يعني. وارد على اي حال، نظريا وارد يعني. مع مليونيات الجمع اللي بيتم الدعوه ليها على فترات، مع المليونيات اللي لها اهداف واضحه، مش مع المليونيه اللي عمال على بطال. ان احنا لازم نطلع يوم الجمعه اللي جايه فنخترع لنا شعار كده شكله مش عارف ايه. لا مش مع الحكايه دي ابدا، انما مع الضغط الدائم في قوتين في القوات المسلحه بطبيعتها اللي تميل الى الانضباط وتنفيذ الاوامر وداخله في السياسه لاول مره بشكل علني. ومع القوة الثانية قوة ثورية ثوارة غير منضبطة. وأكيد في دايما هيبقى في احتكاك، تصادم، أخذ ورد، شد وجذب بين القوتين دول. وبعتقد إن المجلس الأعلى في حاجة إلى الضغط في بعض الأحيان عشان يصدر القرارات اللي ما كانش بطبيعته، احتمال انه ما كانش بطبيعته ممكن يصدرها. وانه برضه القوة الثانية في حاجة الى ضبط وربط شد الصواميل بتاع القوات المسلحة. يعني القوتين مش دايما في تضاد، والحقيقة مش مفروض يكونوا في تضاد. انا طبعا مؤمن ايمان قاطع يعني بانه ما يصحش يحصل صدام مع القوات المسلحة. حضرتك تابعت اللي حصل يوم الجمعة اللي فات في ميدان التحرير؟ انه حصل اعتداء على مذيعة، وبعدين حصل احداث الاسم دي هو ده تفسيره ايه عند حضرتك؟ الاعتداء على المذيعة بالذات؟ يعني ده تفسيره ايه؟ انا حسيت ان انا بشوف مكان جو الجماهير دي لما بتطلع ساعات زي القطيع بتبقى جماهير همجية. يعني عقلية القطيع دي انت عارفة، واحد يطلع في البتاع يقول اسرائيلي يوم قبل ما الناس كنا موجودين في ميدان التحرير وكان في اكتر من 2 مليون بني ادم، وعمره ده زمان بتتكلمي عن المليونيات النقية. لا المليونيات النقية دي شيء، والمليونية دي ما كانش اولا مليونية والجمعة. لا ما كانش، واللي كان قبلها الجمعة اللي كانت قبلها كنا اعداد كبيرة جدا موجودة في الميدان ما حصلش حاجة. طبعا. وكان اليوم منظم جدا. لا ده ما كانش اليوم بتاع الحركات الشباب النقية اللي احنا عارفينها يعني. طبعا ده كان يوم بلطجة ويوم فئات مختلفة كمان متنافرة، كل واحد منها يطلب طلب محدد فئوي. لكن ما فيهاش مخطط، يعني حضرتك بتستبعد فكرة يعني يمكن كان في حد يفسد يعني الجهات الثانية بتاع العهد البائد، يعني ودسة شوية عناصر تفسد وبتاع، جايز. انما بقى لما يكون في اعداد الاف من الناس يعني موجودة، وبعدين ما فيش شعار روحي او هدف روحي سامي او هدف سياسي حقيقي، الناس مش طالعين مدفوعين بتأدية مهمة رسالية اقرب الى ذلك، فيبقوا حشد من البشر يحركهم كلمة يعني كده. مين من المذيعين حضرتك حريص على انك تشوفه؟ أنا الحقيقة على وجه الإجمال بحب أعمل، ما عادش حد طبعا لكثرة البرامج بيتفرج على البرنامج، وتقريبا معظمها في نفس الأوقات بتبدأ يعني، ومعظمها في نفس التوقيت، ومش عارف ليه الناس ما بتروحش إلى التوقيت اللي بتاع الساعة 7 و8 لتوقيت مبكر شوية. ومش فاهم أنا البرامج اللي بتقعد لغاية الساعة 2 الصبح دي الحقيقة، ومش فاهم أي نوعية من الناس بتستهدف. والناس اللي بيشوفوها دي بيعملوا إيه تاني يوم الصبح؟ يعني وراهم إيه تاني يوم الصبح؟ وهل دي مصر صحيح يعني فعلا بقت كده ولا إيه بالظبط يعني؟ يعني إحنا بقينا ناس تركيبة السلوك بتاع الناس بقى شكلها هل تعدلت؟ هل العادات الناس اختلفت؟ هل طريقة حياة الناس
بقت مش زي ما كانت زمان يعني. مش فاهم لغايه دلوقتي الحقيقه البرامج المتاخر البرامج المتاخر، انما على وجه العموم يعني البرامج كلها تقريبا بتذاع في وقت واحد وكتيره وهتكتر لسه. احنا قدام مشكله كبيره، الاهم من مين الواحد بيشوفه. المشكله الكبيره اللي جايه انه اظن كده اللي عم هيطلع لنا بيقولوا بتوع النايل سات وافقنا على مش عارف 16 قناه ده حقيقي. ولسه جاي، وطبعا بعدها بدا يطلع وبعضها عارفين انه هيطلع كمان كام اسبوع. لما يطلع لنا القنوات دي كلها ايه اللي هيحصل في محتوى الاعلام؟ المحتوى اللي يتذيع هيبقى شكله ايه الاعلام؟ يعني شكله ايه التنافس؟ حضرتك متخيله ازاي؟ هو في ناس بتقول ان في لخبطه في الاعلام لغايه دلوقتي. انا متخيل انه سوق الاعلاميين هيروج، هيبقى في رواج وهترتفع الاجور بتاعتهم شويتين يعني كده. يعني الحل دلوقتي اللي هو انا شايف انه معقول جدا، طبعا ما كانش مبرر الملايين السابقه اللي كانت طبعا سواء للفن او للمذيعين او نجوم سينما. انما شايف انه هيبقى في رواج لسوق الاذاعيين، هيبقى في بعض المكاسب، لانه احنا مقبلين على مرحله سنتين ثلاثه فيها زي ما بتقول حكايه النهم للسياسه. فالناس هيرتفع توزيع الجرايد وارتفع توزيعها فعلا بعد الثوره، وهيزداد انتشار التلفزيون وتزيد خدماته، ويكسبوا اصحاب رؤوس الاموال، ويكسبوا المعلنين اللي هيجوا يعني خاصة بعد ما عجلة الإنتاج تمشي. رمضان داخل برضه. ويكسبوا أصحاب المصانع وبتاع يروجوا بضاعتهم. وكل الناس حالها هيتحسن ما عدا المشاهد. هو اللي هيكون الضحية. أنا بعتقد يعني أنه أعتقد إنه هتبقى في مبالغة في الإثارة مع المنافسة مبالغة قد تصل لحد الكذب ممكن توصل إلى أي حد يعني. يعني يمكن ينفلت العيار يعني بشكل من الاشكال. وكل ده بقى يعني سياسه كل قناه على حده وامانه المذيع اللي بيتكلم، وما تضمنيش بقى التركيبه هيبقى شكلها ايه. انما هيكون المشاهد هو اللي خسران على ما اعتقد. ويمكن يكون القارئ في الجرايد برضه. ده حقيقي. هو تم تكليف اللواء مهدي طبعا بالاشراف على اعمال المبنى لحين ما يجي رئيس الاتحاد. حضرتك كنت قلت في تصريح انه مع وجود وزير للاعلام في الفتره دي. لا انا الحقيقه بنادي بعدم وجود وزير الاعلام من اكثر من 20 سنه. يعني كمبدا يعني. وناديت مجددا انما بعد بقى نسميه ايه؟ يعني بعد البلبله، بعد الربكه، بعد المسلك اللي شفناه في وسائل الاعلام في الفتره الاخيره، شفت انه يعني احنا في مرحله مؤقته والسلام يعني. فالمرحله المؤقته دي يكون فيها ما يكون، حتى لو كان في وزير اعلام او ما كانش، من باب انه ييسر الاعمال يعني. انا بقول انها ما تفرقش، مش بايد عوده وزير الاعلام. انا بقول انها ما تفرقش اذا كان في وزير، سميتي مثلا طارق المهدي وزير، ولا سميتيه رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون، ولا مشرف، ولا مكلف، ولا بتاع، واحد صاحب سلطه بيدير امور الاعلام. فمش شايف انه دي فرق طالما انها مرحله مؤقته. شايف انه الاهم ان احنا في المرحله المؤقته دي نحط سياسه دائمه واضحة للاعلام في المستقبل بعد الفتره الانتقاليه اللي احنا ماشيين فيها دي. وكون بانه طارق المهدي لواء، انا شخصيا يعني ولو انا اكيد كاعلامي مهني ضد عسكرة الاعلام وعسكرة التلفزيون والكلام اللي بيتقال ده اكيد. انما واقعيا الحقيقه شايف انه في هوا كده بينه وبين الناس. لا، شايف انه البلد اولا اذا كانت السلطه في البلد كلها عسكريه، يعني اذا كان مجلس اعلى القوات المسلحه هو بيتولى مهام رئيس الجمهوريه وبيتولى مهام المجلسين الشعب والشورى، فعنده كل السلطات. يعني هنبقى نزايد على لو قلنا انه مش عارف اصله طارق المهدي لواء، ما تفرقش، خاصة إذا كان له الحقيقة تجربة في الإذاعة والتلفزيون.
وخاصة انه كان عنده قبول. كان في نوع من الهوا كده كان بينه في وبين وانا الحقيقة في مجلس الامناء الا رشحت اسمه. يعني طرحت على المجلس ده، قلت لا يعني لازم. في صدام بينه وبين حافظ المرازي بسبب انه وجوده في مجلس الامناء. حافظ المرازي على حق في حكايه انه في تضارب بين تضارب مصالح، بين الواحد يكون بيشتغل ويكون بيسير سياسه الجهاز كله. انما عايز اقول برضو مع بعض التحفظ، يعني مش موافقه مطلقه. انا عايز اقول البديل لذلك يكون ايه؟ يكون ناس ما بتشتغلش في المهنه خالص. يعني يكون ايه المطلوب؟ انا بحتاج على الحكايه دي. انما عايز ايه؟ عايز يا اما حد على معاش وعايز احرم. وكان في اعتراضات كبيره على جزء كبير من الاسماء اللي موجوده في المجلس، يعني فبالتالي لا معلش، يعني انا يعني كل واحد بينا يقول رايه اذا كان عاجبه المجلس ده بالشكل ده ولا لا. انما لسبب انه ناس بتشتغل في، يعني اطلب من فاروق شوشه انه يبطل برنامجه في الاذاعه. يعني لا طبعا، يعني لا طبعا، عشان يعني اجيب ناس معاشات وخلاص، ويمكن بعضهم ملوش حتى يعني لا ميل انه يتابع ولا جهد انه طاقه. يعني حضرتك رفضت تولي الرئاسه بتاع الاخبار ولا لم يعرض على حضرتك؟ لا، ما عرضش عليها الرئاسه، ما عرضش عليها رسميا اي منصب الحقيقه، لان انا معلن من زمان اظن انه انا مش ده وقتنا يعني من اول يوم. والوضع انا على اي حال من اول يوم، من تاني يوم مشي مبارك انا كنت مع منى الشاذلي في برنامج، وقالت لي الكلام ده وزير اعلام ومش عارف رئيس اتحاد، وقلت لها احنا يجب يكون مكاننا في الصف الثاني. فاذا كان في عروض اللي حصلت من اللي بيشتغلوا، كما انه في ناس معارضين، طبعا انت عارفه انه في ناس برضه في المبنى مؤيدين ولامين قوائم وماضيين وقدموها لرئاسه الوزراء وكل الكلام ده. يعني حضرتك كان في مسيره وحضرتك كنت نزلت فيها ومدام نجلاء فتحي، وكان موجود فيها وائل غنيم. امبابه ما اعرفش اذا كان موجود ولا ما شفتوش. كانت موجوده، هي كانت المسيره ضد الفتنه الطائفيه. لا انا عارف بتاعت امبابه بس ما شفتش وائل اليومين، يمكن كان موجود فيها. يعني على حسب مصادر ان هو كان موجود فيها، على حسب ما قريت كمان برضه. لا صحيح بس ما شفتوش. يعني مش ده المهم. يعني بتشوف شخصيه وائل غنيم ازاي؟ خصوصا ان الشخصيه دي، وانا بتكلم عنها كرمز، يعني خصوصا ان الشخصيه دي اتعرضت لانتقادات كتيره، يعني وقيل ان هي يعني مش ممثله للشباب اللي نزل. وائل غنيم يعني مش من الشباب اللي نزل طبعا، يعني معروف يعني. كان له يد، طبعا كان له يد في الويب سايت، كان في ابو ظبي بعيد وقتها، يعني عن كل الفتره السابقه وعن الايام. انا شخصيا يعني مش من متابعين النت قوي، حتى ما اعرفش بالظبط هو او غيره عملوا ايه يعني في النت. انما انا اول ما وجهت بيه، يعني اول ما عرفت اسمه، كان اليوم اللي طلع فيه عند منى الشاذلي او قبلها بايام، لما سمعنا انه فلان مقبوض عليه وكذا. طبعا سمعنا دي، انما اول ما شفته في ما انبسطتش الحقيقه. يعني ما انبسطتش ليه اقول لك، يعني ساعتها ما انهار بالبكاء، يعني حاجه انسانيه وبتاع، ممكن يكون لطيفه بالنسبه للناس وكده. انما انا ما شفتش حد سوليد، يعني المفروض انه متين صلب، المفروض زعيم يعني بين الشباب ينهار بالشكل ده. وانا اظن قلت له شخصيا يعني انه كنت افضل انه خلينا بلاش، مش متاكد اذا كنت قلتها له ولا انا شفته بعدها في مناسبه. انما على اي حال انا كنت افضل انه بعد ما يطلع فتره يطلع للناس، يعني بعد ما يطلع من المعتقل طبعا مليان احاسيس متضاربه ودي التجربه الاولى بالنسبه له، يعني التجربه الاولى بالنسبه له شديده وبتاع، حتى انهم غير معنيين فقط يعني لا غير. برضه فكنت افضل ان يتماسك الاول وبعدين يطلع للناس كواحد عشان نشوف حد. الحاجه الثانيه انه طبعا كذب على يومين، مدح في مباحث امن الدوله
وقابل وزير الداخلية اللي كان وزير الداخلية وقتها لما طلع وأشاد بدول ودول وبالوزير وكذا. وده ماشي، هي الحقيقة يعني عرفناها فيما بعد وكنا عارفينها وقتها يعني. الناس الحقيقة ما يعني انتهى من حساباتي يوميها الحقيقة كده. هم المشكلة بتاع فريق من الشباب، فريق منهم مش الكل عشان الواحد ما يطعنش فيهم كلهم، في شباب عظيم يعني، وشفت مجموعات كتيرة منهم من قبل الثورة، والناس كانوا قاعدين مطرحك هنا كذا مرة، كنا نتقابل هنا أو هنا أو هنا أو هنا. على قد ما في جامعات يعني ناس مخلصين كتير وبيشتغلوا بصحيح وبيشتغلوا في حاجات، خاصة اللي بيشتغلوا في الأقاليم واللي بيشتغلوا في غير السياسة، دول الأنقى والأكثر بيحفروا في الأرض يعني. بيحفروا في الأرض صحيح. إنما طبعا في ناس تانية استغلت الموقف وساعدتها وسائل إعلام كتير على الحكاية دي. وطبعا موجودة في القاهرة، معروف موجودين في القاهرة قريب من